محمد كاتب 9 أسئلة، فخلينا ناخد كده سؤال سؤال. أفضل بوابات الدفع وهتبقى بالجنيه المصري ولا بالدولار؟ بص، على حسب الدولة اللي انت هتبيع فيها. لو انت في الخليج عندك تابي وتمارا، وفي لوكال بيمنت جيت ويز زي باي تابس وفي شركة كويتية اسمها تاب، وفي شركة تاني برضو لوكال. بس انا افضل لو انت معاك شركة يعني في الامارات تفتح سترايب. سترايب بيبقى افضل واقوى، وفي كمان ميزة جامدة. لو انت بتبيع جوه شوبيفاي، هو سترايب بيبقى انتجريتد دايركت مع شوبيفاي. يعني ايه؟ يعني في التشيك اوت بيج لما كاستمر بيجي يدفع الفلوس، الفورم بتاع الدفع بيبقى انتجريتد داخلي جوه شوبيفاي. مش بتضطر اللي انت تطلع على موقع تاني والكاستمر يحط بياناته على الموقع التاني بتاع البيمنت جيت واي. لو في امريكا البيمنت جيت واي طبعا هيبقى سترايب، بس انا بفضل شوبيفاي بيمنتس. وباي بال طبعا مهمة جدا. اوروبا بقى برضو هتبقى اونلاين بيمنتس وباي بال، وفي دول معينة بيبقى كلارنا مهمة جدا. كلارنا دي زي في مصر عندنا فاليو، الشركات اللي هي بتاعت التقسيط. فهم هناك بيثقوا فيها جدا، وعشان بيدفعوا او بيشتروا بعد كده بيدفعوا بعد كده، وممكن يقسطوا وبيرجعوا الفلوس للكاستمر لو هو مش مبسوط من المنتج يعني. في مصر هنا هتبقى اونلاين، هتبقى كاش اون ديليفري. وفي بقى شركات في مصر بيمنت جيت ويز ابتدت تعمل كتير يعني. بس انا نصيحتي لو انت في مصر او دول الخليج، ابتدي بالكاش اون ديليفري مش بالاونلاين بيمنتس. واحده واحده بقى لما خلاص تبقى مظبط كل الاستراكشر اللي عندك او الانفراستراكشر اللي عندك، ابتدي اعمل ايه اونلاين بيمنتس. السؤال التاني، التسجيل في المنصات اللي هعمل فيها الاعلان في كل دوله. لو قصدك على الاد نتوركس في الخليج، اقوى حاجه بالنسبه للكواليتي والعدد، انا رايي سناب شات. وبعد كده تيك توك وانستجرام. جوجل طبعا لو هتعرف تشتغل جوجل يبقى كويس جدا. امريكا خليك فيسبوك. تيك توك برضو كويس، بس بتحتاج استراتيجيز تانية، وتحتاج بقى كونتنت كتير قوي علشان ايه تقدر تفلتر الترافيك ويجي لك ترافيك كويس. آه، اوروبا برضو فيسبوك. انا رايي لو اي دوله بره الخليج وبره الخليج يعني تركز على الفيسبوك. الخليج ومصر يبقى في مصر تركز فيسبوك، الخليج تركز بقى سناب شات وتيك توك وانستجرام. السؤال التالت، الشركات اللي هخزن فيها في كل دولة واشحن فيها. بص، كل دول الخليج هتشحن وهتخزن في شركات. عندك كذا شركة، عندك الشركات المغربية زي في سي او دي بارتنر، سي دي نتورك، وفي لوفتي سيرز. لوفتي دي ما اشتغلتش معاهم، ما اعرفش. في شركة انا اتعاملت معاها اسمها لوجيستيو دي اشتغلت معاهم في الخليج، اشتغلت معاهم بره في امريكا واوروبا وكل دول العالم، وكويسين جدا ومحترمين جدا يعني. فانا افضل لوجيستيو. او بقى ممكن تتكلم مع سي او دي بارتنر، سي دي نتورك. انت تشتري بضاعة وهما بيشتروها لك ويخزنوها في الدولة اللي انت عايزها، هما بيشحنوا دايركت على طول. هل لازم اعمل شركة خاصة في امريكا ولا لا؟ بص، لو انت بتتكلم هتبيع في امريكا واوروبا لازم شركة، سواء امريكية او بريطانية. حتى الاماراتية تنفع، بس مش بفضلها للدول الغربية يعني. وانا بفضل ال LLC، الشركة الامريكية، عشان تقدر تفتح فيها شوبيفاي بايمنتس، تقدر تفتح فيها سترايب، وتقدر تفتح بنك الكتروني وتستقبل عليه المدفوعات وتعمل كل حاجة خاصة بالبيزنس بتاعك. آه، تقييمة البادجت للمنتج. بص، على حسب انت بتتكلم دروب شيبينج ولا منتج انت جايبه مخزنه. فخلينا نفترض ان انت بتتكلم على الدروب شيبينج. انت هتشوف المنتج مثلا let's say بيعه، يعني سعر البيع بتاعه let's say مثلا $40. فانت
البادجت يعني خلينا نقول مثلا اقل حاجه $100 متوزعه بالتقسيمه هتلاقي في الفيديوهات اللي قبل كده انا متكلم على الاعلانات بتبتديها ازاي. بتوزع $100 دي على تقسيمه الاعلانات اللي انا قلت عليها، عشان تقدر بس تعرف المنتج ده كويس وفي منه يعني في منه potential ولا لا. ازاي اعرف المنتجات اللي شغاله؟ اسهل حاجه هتدخل على ادز لايبرري بتاعه الفيسبوك او مكتبه الاعلانات بتاعه الفيسبوك. هتشوف لو في منتج معين او نيش معين انت عايز تدور عليه، هتكتب كلمات او كي ووردز ليها دعوه بالمنتج ده وتعمل فلتر اكتف. هتخلي تشوف الاعلانات اللي هي اكتف، وتشوف البريود او الفتره مثلا اقل حاجه من شهر، يعني شغاله من شهر لحد دلوقتي، فمعنى كده دي اكتف وشغاله كويس. فدي كده هتبقى منتج معروف انه شغال كويس وبيكسب صاحبه يعني. في بقى طبعا تولز تانية بيد او بتدفع لها يعني اشتراك شهري، بس ملهاش لازمة في الاول. فانا رأيي تشوف الادز لايبرري دي. وفي طريقة تانية ان انت تدخل على تيك توك وتكتب في هاشتاجز زي امازون فاينز وتيك توك مي باي ذس. هتلاقي تكتب الهاشتاجز دي او تكتب يعني الكلام ده على تيك توك، هيظهر لك بقى اعلانات كتير فايرال او الناس بتشتريها وعجباها الفترة دي يعني. المنصات اللي ممكن اعمل عليها صفحة علشان العميل يشوفها، بص لو انت بتتكلم على كاش اون ديليفري او دفع عند الاستلام، انا بشتغل وبفضل ببلاتفورم او منصة اسمها لايت فانلز. دي بتخليك تعمل لاندنج بيجز بروفيشنال جدا والكونفرجن ريت بتاعتها بتبقى عالية، فانا بفضل لايت فانلز. او لو انت عندك ستور او عايز تعمل براند او كده، خليك في شوبيفاي وتفعل الدفع عند الاستلام في شوبيفاي، او تنزل اب اسمه ريليزت. ده بيديك يعني القابلية اللي انت تكستمايز الفورم. ليه؟ علشان تاخد عنوان بالظبط من الكاستمر، تاخد اي بيانات انت عايزها، وطبعا ممكن بيعلي الكونفرجن ريت شوية. لكن لو بتتكلم بقى ديجيتال بيمنتس ودول اجنبية وكده، انا طبعا شوبيفاي يعني. خليك بس على شوبيفاي وما تفكرش في اي حاجة تانية. افضل شركات الشحن في كل دولة، هو انت ما بتتعاملش دايركت بشركات الشحن، انت بتتعامل مع فولفيلمنت سنتر او 3PL، وهو اللي بيتعامل مع شركات الشحن. عشان انت لو عايز تتعامل مع شركة الشحن دايركت، انت هتحتاج انت تسجل بالشركة بتاعتك، يعني تعمل شركة وبعد كده تسجل معاهم. بعد كده انت تتولى التخزين والتغليف، وبعد كده شركة الشحن تيجي تستلم منك وتودي. فانت بتتعامل مع 3PLs، وانا قلت من شوية يعني ايه الشركات اللي ممكن تتعامل معاها في الخليج. الشركات الصينية اللي ممكن اشتغل معاها او موقع مضمون هم ملتزمين بيه. بص انت اعمل ريسيرش بتاعك على علي اكسبريس، بس ما تشتريش منه، علي بابا. وفي الموقع الصيني بتاع علي بابا اسمه 688. وفي ويب سايت اسمه جي دي. بس انصحك لو انت ما عندكش خبرة في موضوع الشراء، خلي حد هو اللي يشتري لك. ومين اللي يشتري لك؟ اللي انت هتخزن معاه، اللي هو مين في الحالة اللي انا قلت عليها، اللي هم لوجيستيو. دول انت بتديهم لينك المنتج وهم ايه بيخزنوا لك على طول. انا كنت مصور فيديو على اليوتيوب شارح بالظبط الستيب دي بتعملها ازاي. لكن لو عندك خبرة وبتعرف بقى تنقي المصانع بالظبط، عشان علي بابا عليها ناس كتيرة جدا مش مصانع، بيبقوا اسمهم تريدرز او دروب شيبرز كمان. فانت بتشوف لو تقدر يعني تفلتر المصنع بالظبط وتجيب منه سعر كويس تنيجوشيت معاه، خلاص جو اون مع علي بابا على طول. لو مش هتعرف او لو انت لسه بادئ، خلي بقى الشركة هي اللي تعمل لك الموضوع.